في الباراشوت بقى. وما اقولكش قد ايه ناس نازلين في المكان ده. طبعا الكلام ده بالنسبه لبابجي الصينيه بس، انتوا عارفين يعني. اكيد كلنا عارفين ان الكلام ده ما بيحصلش معانا في بابجي موبايل. سلاح بقى علشان ناس كتير، والله ناس طحن، ناس كتير لازم بقى بسرعه اسلحه. عشان هنا بقى بتتفاجئ ان الناس بتطلع لك على طول كده من غير ما اصلا يكون عندك علم بوجودهم او كده يعني. فيا اما تكون حذر زياده يا اما هتموت. تمام، اسلحه بقى، اسلحه يا عم بقى، يا عم بقى هنموت يا عم. سلاح بقى يا عم. اخيرا. بذمتك ده منظر سلاح؟ في حد طالع؟ خد بس اقولك يا عم، خد بس اقولك، مش عيب لما يكون معاك شوت جن الدي بي اس ومعاه تومي جن او التومسون ده وفي الاخر تموت؟ يا نهار ازرق، ده كده عيب يا ابني، والله العظيم كده عيب. هروقكم. عارفين بقى هنا ايه؟ اللعبه صراحه جامده جدا، ما اقولكش اللعبه قد ايه حلوه. لكن المشكله ان انت بيظهر لك ناس من اماكن غريبه، يعني تبقى ماشي كده فما عارف يعني علامه الرجل دي ما بتظهرش هنا تقريبا، بتكون عندها تهنيج، ما بتظهرش هنا، مش فاهم ليه. بس عندنا في بابجي موبايل بقى بتظهر على طول، يعني لو في اي حد من الاعداء بتظهر على طول، لكن هنا بقى يعني ايه، تاخد شويه على ما تظهر. فده اللي بيخلي اللعبه صعبه شويه. لكن بص، الظاهر كده ان في حد برضو هنا، لان انا لمحت العلامه اتحركت فوق اهي. انا عارف انت دلوقتي متوتر، انا نفسي متوتر، ما تخافش، ثواني هروقهم لك. هو حتى لو معاه سلاح، المهم بس ان انا معايا سلاح متعدد زي كده هروقه، بس هو يطلع بس على الهادي. تمام، حلو قوي. هو طالع عادي اهو. تعالى بس اقولك على حاجه، يخرب بيتك. وانا مش فاهم الواد ده ازاي عمل كده، يعني هو كان معاه يوزي، بس هو اليوزي فعلا مضر جامد قوي كده يعني، بيعمل كل ده. انا ما كنتش اعرف ان السلاح ده عنده جناحات وبيطير قوي كده يعني. انا اي حال جامد اليفا جامد. لا حلو ياض، جامد، عاش عليك. هيل بقى، بس ما ينفعش اعمل هيل عندهم، لان هو طالما وقع نوك يبقى ليه صاحب، فانا ما ينفعش ان انا اقف عنده بقى واعمل هيل وكده. شايفين اللعبه هنا صعبه ازاي يا جماعه؟ بصوا انا البنج عندي عالي، يعني على طول البنج عالي، ما بينزلش عن كده، بس ده تقريبا الطبيعي بالنسبه لبابجي الصينيه. في بابجي موبايل بيبقى البنج عندنا 50 و60 ومتعصبين ومش طايقين نفسنا. هنا بيوصل 500 و600، بس بتكون اللعبه شغاله عشان ما اكدبش عليك يعني، بتكون اللعبه ما فيهاش مشكله، شغاله عادي يعني. عندنا بقى هناك البنج ده حواره، انا اعتقد افضل من كده. دي نقطه لصالح بابجي موبايل على الاغلب يعني. يلا خلاص خلصنا هيل اهو، ونتحرك بقى من هنا. بس انا واثق ان الواد ده لسه زميله هناك ومنتظرني. على فكره هنا ما بيتبعوش نفس النظام اللي احنا بنلعب بيه في بابجي موبايل. يعني هنا لو انت مثلا قتلت واحد من تيم حد، زمايله بينتظروك، ما بيتحركوش وراك. هنا اللعبه يعني بص كلهم بيلعبوا على الواقعيه، ما حدش منهم بيلعب على الكيلات وكده يعني، زي ما احنا بنعمل في بابجي موبايل. وصراحه دي نقطه لصالح بابجي الصينيه، انا ما اكذبش عليك، هنا كلهم بيلعبوا على الواقعيه بس. واصلا اللعبه دي الناس حبيتها في الاول علشان واقعيه، انا قلت كده تقريبا في فيديو انا نزلته كنت براجع فيه اللعبه، كنت تقريبا عامل فيديو مراجعه للعبه دي، وكنت قلت لك ان اللعبه دي اصلا قائمه على الواقعيه، يعني الناس هنا كلها بتلعب بهدف الواقعيه بس. في بابجي موبايل بقى احنا كلنا بنلعب على الكيلات ومش عارف ايه الكلام الفاضي اللي ملوش لازمه ده اصلا. مين ضرب عليا نار؟ ثواني كده، شوف بص قاعد فين، لسه بكلمك، هو قاعد هنا كده، الولد اللي بيضرب ده قاعد هنا كده ومعاه سنايبر، هو قاعد هنا كده ومعاه سنايبر وبينفذ عمليات قنص على اي حد يعدي من تحت، علشان كده ضرب عليا نار. مش بقول لك هنا كلهم بيلعبوا على الواقعيه؟ يا ريت نشوف بابجي موبايل كده يا شباب على فكره. بس انا ثواني كده اجي هنا، ايه ده؟ في اس اس، هاتوا تقريبا السلاح ده هيبقى جامد، ده اللي هينهيه بقى لانه عليه منظار قوي. شوف دي بقى، جامد يا ليفا، لا جامد ياض جامد. اروح لك بقى فنشك، بس ثواني عشان شفت حد هنا اهو، ده لاعب شكله. ثواني، السلاح خلص يا ابن الايه. ماشي عادي جدا، على جيم تاني بقى، يلا بينا. بس الصراحه هنا الجيم ده يعني واثق انه هيعجبك بقى، لانه بدأ معايا بدايه كويسه، فاكيد هيبدأ معاك انت كمان بدايه حلوه. واول ما نزلت على سلاح قناص، لا حلو. على فكره يا شباب لعلمكم السلاح اللي معايا ده اللي ورا ظهري ده مش موجود في بابجي موبايل اصلا، يعني هو لسه ما نزلش هناك لسه. اعتقد مع الوقت
وكده هينزل، يعني ده المفروض يعني. بس والله ان اجواء اللعبه دي جامده جدا، يعني غير بابجي موبايل على فكره عشان تكون فاهم. لان اللعبه هنا يعني زي ما قلت لك من شويه، هنا اللاعبين كلهم بيلعبوا على هدف واحد بس، غير الهدف اللي احنا بنلعب عليه في بابجي موبايل اصلا. ونسيت اقول لك على حاجه، تقريبا الخريطه اللي انا بلعبها هنا دي هي افضل خريطه بالنسبه لبابجي الصينيه، يعني تلاقي اغلبيه اللاعبين بيلعبوا الخريطه دي. انا مش فاكر اسمها في بابجي موبايل، لكن هنا برضو كمان مش فاكر اسمها. تمام. فالمهم ان الخريطه دي هي افضل خريطه يعني بالنسبه لبابجي الصينيه، يعني كلهم بيلعبوها يعني. وممكن تلاقي ناس بتلعب الخريطه اللي هي التانية اللي احنا بنلعبها دي اللي هي رينغل، لكن دي الافضل صراحه بالنسبه يعني للاعبين وكده، يعني المكان ده هو الافضل. حتى انا برضو لاحظت كده، انا من اول ما بلعب ببجي الصينيه دي انا عمال العب المكان ده، كل ما انزل هنا يعني. وبرضو بتلاقي لاعبين كتير زي ما دلوقتي كده في ناس اهو. بس الشوت جن بقى يكون افضل بالنسبه للسلاح اللي كان معايا الاول، فانا مضطر ان انا استخدمه كده يعني. هما راحوا فين الناس دول؟ انا بقول اقف هنا ولا ها؟ طب اقف فين افضل مكان في البيت ده؟ هو تقريبا المكان اللي انا كنت فيه الاول ده هو افضل مكان اصلا تقريبا. اقف لهم عند السلم كده اللي يطلع اديله واحده كده على طول بالشوت جن، هيبقى الحوار جامد جدا. ولا اقف هنا ولا يخرب بيتك؟ الواد ده جاب النت هنا ازاي؟ لا المكان ده امن بقى طبعا، انا اقف هنا بقى وخلاص. انا مش عارف الترابيزه الواقعه دي كانت بتاعت مين، بس يلا. شكل المرحوم كان بيكتب قبل ما يموت. مش ناوي يطلع ده ولا في ايه؟ ما انا بقول لكم هنا كلهم كده، يعني يعمل عليك بوش شوت سنه مثلا على ما يقابلك ويعمل معاك فايت. موضوع صعب جدا هنا. على العموم عادي، واحنا ورانا حاجه؟ كلنا منتظرينك يا عم، اطلع على مهلك على مهلك عادي، خد راحتك. ما انت برضو كده كده هتموت. اهو طلع. ثواني بقى كده. خرب بيت الشوت جن، خرب بيت الشوت جن يا جماعه، خرب بيت الشوت جن. صاحبه التاني جه. صاحبه التاني ده بقى لو عدى من هنا عشان يتعمل له ريفايف هيموت، هو فاهم ليه؟ بيحاول يعمل فايت بس ايه بسلاسه كده يعني. اهو عدى الولا عدى، يا نهار اسود. الولا فتح نيت. ثواني كده، تعالى بس اقول لك على حاجه يا عم، اقول لك على حاجه. وانت كمان خد بس. يا نهار ازرق، التيم كله ده كده عيب يا جماعه والله. ده كده عيب لما واحد بس يروق 3، يعني كده عيب والله. بس يلا حلو، زي بعضه بقى زي بعضه. معاهم ايه؟ بيلوتوا بطريقه. يا نهار ازرق على كميه اللوت. بينزلوا بس يلوتوا وفي الاخر يموتوا هما ال3 من قبل واحد بس. لا بس حركه جريئه دي على فكره، حركه جريئه جدا. ماشي على اي حال، يلا بينا بقى على اخر الجيم. بس معايا سنايبر، والحوار حلو بقى بسبب السنايبر اللي معايا ده. معايا الكار 94 ومعايا سكوب 4، بس جامد. كان في ضرب نار هنا وما زال، يعني لو انت لاحظت فوق من عند الخريطه من شويه كان في علامه رصاصه هنا. بس انا مش فاهم حاجه، كان في حد هنا بيضرب بسنايبر برضه، ودورت عليه لكن ما لقيتهوش، مش فاهم راح فين، كانه اختفى. كان هنا كده كان في صوت ضرب نار بسنايبر من المكان ده. والظاهر كان في تيمين او مثلا حد بيضرب على حد. ايه ده؟ انا تقريبا شفته. ثواني كده، اهو اخيرا لقيتك. كنت فين يا عم؟ الظاهر كده ان حوار القناص ده مش زي بابجي، برضو مش زي بابجي موبايل يعني. صعب ان انا اعمل له اصابه بيه كده ليه؟ انا متعود ان اعمل الحركه دي لكن في بابجي موبايل مش فاهم بقى هل في اختلاف او لا. بس الظاهر مفيش، يعني ممكن انا مثلا مش بقالي زمن ما لعبتش وكده، فعلشان كده ما عرفتش اظبطها. على اي حال يلا، طالما اخد رصاصه اروح له بقى، عشان هو اكيد اللي هي اللي عنده بقت حالته تعبانه خالص. اروح انا بقى اديله رصاصه كده اخلص منه وبس. هو كان بيجري من هنا كده اهو، انا شفته. خش فيه بالعربيه. ازاي العربيه ما خشتش فيك بقى؟ انا مش فاهم يعني ازاي العربيه ما دخلتش فيك؟ وايه القرف ده يا ابني؟ انتوا حاجه مقرفه والله، انتوا لعبه مقرفه يا عم. ازاي العربيه ما دخلتش فيك؟ ازاي؟ انا عايز افهم ازاي العربيه ما دخلتش فيك، ازاي خشت فيه؟ انا شفت العربيه خشت فيه. ايه القرف ده؟
والله يا عم ده انتوا حاجه مقرفه. يلا لحد هنا، سلام.